هنقول كلمتين كده على الماشي عن الناس اللي بتعمل دايت وبتضغط على نفسها جامد اثناء مرحله او رحله نزول الوزن، تبدا تضغط على جسمها بطريقه كبيره جدا. عايزين نقول يا جماعه ان ضغطك كله على جسمك ومجهودك الحركي الزياده ده كله ما بيكونش في مصلحتك. مش حاجه بتكون كويسه ان انت حضرتك تعمل رياضه قاسيه قوي على مدار اليوم. مش حاجه كويسه ان انت حضرتك ماشي على برامج غذائيه بدون اي نشويات. مش حاجه كويسه ان انت مجهودك الحركي هو غير طبيعي يوميا. مش حاجه كويسه ان تضغط على جسمك بكل الاتجاهات. مش حاجه كويسه ان انت ماشي مستقيم مليون في المية. التشيت ميل واللخبطه في الاكل والشرب ده بيدي انطباع للجسم ان انت بره دايره الدايت. بيبدا جسمك لو هو بيقاوم الدايت او ريزيستنت للدايت يطلع من الدايره دي، تدخل له حاجه اسمها سعرات كاذبه. السعرات الكاذبه دي بتفيدك على المدى البعيد اثناء الدايت. اولا مش بتوقعك في مرحله ثبات الوزن. يعني انت حضرتك لو بتعاني من ثبات الوزن، لخبطتك في الاكل والتشيت ميل اللي بتاخدها، ومره روتين في نشويات مره روتين غير نشويات، ده كله بيعمل توازن مع الجسم. بيقول لك ان احنا بنعيش حياه طبيعيه، وبالتالي ما بيفهمش اللي بيحصل والناتج بتاعه بيكون كويس. اطلب من الناس كلها يا جماعه اللي بتعمل دايت، حلو قوي انت تكون بتعمل رياضه يوميا، بس مش حلو ان الرياضه بتاعتك تكون 3 ساعات ولا ساعتين. حلو انت تعمل رياضه من 20 ل 40 دقيقه يوميا تفرق معاك. حلو ان انت تكون ماشي على برامج قويه، بس مش حلو ان انت تكون ماشي على برنامج ما فيهوش اي نشويات ومعتمد على الخضروات والفواكه والحاجات الكيميكال. حلو يا جماعه ان انت تكون عندك هدف واصرار، بس مش حلو ان انت تكون ماشي مع جسمك زي العسكري تجري على الميزان، اول ما تلاقي نتيجه مش مرضيه تنهار. انت ضاغط على جسمك، محتاج تنزل كل اسبوع 3 كيلو، فبتلاقي الناتج بتاعك اقل من 3 كيلو، وتبدا تخش في مراحل اكتئاب وتتضايق وتعصب نفسك وتحرم نفسك اكتر. حلو يا جماعه ان انا يكون اهدافي في الدايت ان انا عايز اغير حياتي وانزل رقم كبير واوصل لشكل تاني، بس مش حلو انا كل شويه اقول لنفسي انا عايز انزل 50 كيلو، انا قدامي 60 كيلو عشان انزل، انا قدامي 40 كيلو. لا، خدها خطوات. خطوه 10 كيلو، انا دلوقتي 120، عايز اكسر اول 10 كيلو ابقى 110. ده اول ستيب ليا، اول خطوه. تاني خطوه ان انا اكسر من 110 اكسر ل 99. الخطوه الثالثه ان انا اعمل ريشيبنج من 90 ل 80. خد الموضوع خطوات. حلو قوي ان انا اكون بعمل دايت وبقول للناس كلها بعمل دايت، لكن مش حلو ان انا اكون عايش جوه جحر الدايت، ان الناس كلها بتعمل وجبات فيها لخبطه وبيكون عندها مناسبات وانا منعزل عن المناسبات دي. مش حلو ان الناس كلها عايشه حياه طبيعيه وانا منعزل عن الحياه الطبيعيه دي. انا عايزك تعمل دايت وانت بتقابل الناس، وانت بتاكل مع الناس، وانت بتقضي مناسباتك السعيده باتقان وزي ما بيقولوا بعقل، وبتلخبط من كل حاجه بس بطريقه مقننه جدا. عايزك تعمل رياضه، بس مش مجهود حركي قاسي، لا، مجهود حركي مناسب لاحتياجاتك. مش عايزك تعمل رياضه تاثر على جسمك ولا تاثر على مفاصلك ولا تاثر على شعرك وضوافرك. عايزك تعمل برامج غذائيه كلها حاجات كيميكال وكلها حاجات تتنافى مع احتياجات الجسم، ما بيكونش فيها اي حاجه من الاحتياجات، وتلاقي الناتج بتاعك تساقط شعر، تكسير اظافر، شحوم في بشره الوجه، مفيش مجهود حركي، مفيش حياه. لو عايز تعمل دايت سليم، خلي الدايت من غير اي حرمان. الحاجه اللي بتيجي بحرمان بيكون الناتج بتاعها مش كويس، واول ما حضرتك بتبطل الدايت ترجع تاني رقم كبير قوي، بالاضافه ان انت بيجيلك اكتئاب، والاكتئاب ده بيخلي بعد كده عندك نهم وشراهه كبيره قوي للاكل، وشهيتك بترجع اضعاف مضاعفه. شكرا.